رجال إنقاذ جزائريون يسرقون الموتى في ليبيا. سكان درنا ضبطوهم متلبسين بالسطو على مجوهرات من محلات غمرتها الفيضانات. تتوالى فضائح النظام الجزائري وفساد أجهزته، إذ لم تقتصر على السطو على المساعدات الإنسانية، بل امتدت إلى فرق الإنقاذ التي ضبطت في ليبيا في مهمة سرقة الذهب من محلات تجارية غمرتها الفيضانات. اعتقد الليبيون أن الحماية المدنية الجزائرية مثل باقي الهيئات في العالم يجب تقدير رجالها وتثمين دورهم الكبير والعظيم في الإسعاف، خاصة أنهم يعرضون حياتهم للخطر. ثم اكتشفوا أن الكبرانات بعثوا حفنة من اللصوص الطامعين في ثرواتهم، مهمتهم إنقاذ الذهب من المحلات التجارية في منطقة درنة والعودة بها إلى الجزائر. ولأن فضائح النظام الجزائري أصبحت تثير الاشمئزاز من تكرارها وتعددها، فقد عمدت عدة وسائل إعلام ليبية إلى كشف تفاصيل عمليات سرقة كميات كبيرة من المجوهرات من المحلات، كما اضطر ليبيون إلى تداول صور وبث مقاطع فيديو للصوص الجزائريين، وأطلقوا نداء استغاثة لإنقاذهم من مجرمين يرتدون بذل الإنقاذ ويحملون نياشين استغلال الكوارث الطبيعية في عمليات إجرامية. لم يبال رجال الإنقاذ الجزائريون بفاجعة سكان ليبيا وتداعيات إعصار دانيال، بل إن شهود عيان تحدثوا عن سرقة الجزائريين ممتلكات وجدت مع الجثث المتحللة تحت الأنقاض، مثل الساعات الثمينة والمجوهرات والذهب، وأخفوها في أمتعتهم، مستغلين انشغال السلطات المحلية بمواجهة آثار الفيضانات. ونشرت وسائل إعلام ليبية صورا لإيقاف أفراد من فرقة الدفاع المدني الجزائري متلبسين بسرقة أحد المنازل المتضررة في منطقة درنة المنكوبة، ما استدعى تدخل أصحاب المنزل الذين أبرحوا أحد السارقين ضربا حتى أغمي عليه، ما أدى إلى نقله إلى الجزائر في حالة حرجة. كما قام ليبيون بمنع فرقة جزائرية من سرقة المزيد من المنازل والذهب والمجوهرات، ما أدى إلى اندلاع اشتباك عنيف بالأيدي بينهم، وطالبوا أفراد الإنقاذ الجزائريين بإعادة الأموال المسروقة إلى أصحاب المحلات المتضررة، لكن الفريق الجزائري تجاهل الأمر. حوادث سرقة وخيانة عديدة تورط فيها رجال الإنقاذ الجزائريون زادت من غضب المتضررين من الفيضانات، فبث الليبيون غاضبون نداء بطرد ما تبقى منهم، وآخرون ثمنوا قرار المغرب بمنع الفرق نفسها من المساعدة في إنقاذ ضحايا الزلزال، إذ تجنب لصوصا يقتاتون من الكوارث الطبيعية ويبحثون تحت الأنقاض ليس عن الضحايا بل عما خف حمله وغلى ثمنه. فذاتي إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص، وكبرانات الجزائر كما تشير كل التقارير الأممية ضلعون في السطو واحتراف غسل الأموال، فلا ضير إذن إن تورط رجال الإنقاذ في البحث بين الجثث عن المجوهرات. خالد العطاوي.